اهلا والسلام عليكم في فيديو جديد. هنشرح النهارده في الفيديو ده ازاي هنعمل الموديل ده جوه برنامج بلندر، واللي هبدا معاك فيه بخطوه بخطوه اعلمك ازاي تقدر تعمل الموديل ده وتقدر ان انت تظبط الماتيريال بتاعته وتطلع الريندر ده بالتفاصيل البسيطه اللي فيها. ده الشرح ده هيكون ان شاء الله موجه لجميع الناس سواء مبتدئ او سواء حتى فاهم في بلندر. يعني الشرح ده هيكون بسيط جدا، ما فيهوش اي تعقيدات او ما فيهوش اي حاجه، يا دوبك الموديل وكم ماتيريال بسيطه وكم لعب في الاضاءه وبس كده. يعني هنخلص مع بعض الفيديو ده. اتمنى انتوا تستمتعوا بالفيديو واشوفكم على الفيديو. يقدم لكم كل ما يتعلق بالتصميم والإبداع هنا. أقدم لكم حلقة جديدة. اهلا، هنبدا مع بعض ان شاء الله شرح جديد النهارده، وهنشرح مع بعض ازاي نعمل موديل بسيط لازازه تازر او زجاجه عطر او برفان 3 دي جوه برنامج بلندر. نسخة قديمة أو نسخة جديدة هي تنافس الشرح ده. ولو أنت جهازك ضعيف أو جهازك متوسط أتمنى إن أنت هتعمل الشرح بتاع الفيديو اللي فات أو الفيديوهين اللي فاتوا دول هيعلموك كل حاجة. إن شاء الله النهاردة هنعمل شرح بسيط جدا. قبل ما نبدأ أهم حاجة تركز مع الكلام اللي أنا بقوله، الاختصارات اللي أنا بقولها. طبعا أنا هكتب الاختصارات ولكن أتمنى أنت تركز فيها وكمان تركز مع الحاجات اللي أنا بقولها. طيب، ايه على الكيبورد اكس تعمل ديليت. هنبدأ مع بعض. هنخش على الاكس اكسس ونعمل اد، بعد كده ايمج ريفرنس. الريفرنس بتاعنا او الصورة اللي احنا هنقلدها معايا، لكن لو انت عايزها تقدر ان انت تبعت لي على سيرفر الديسكورد وانا هبعتها لك. انا عامل فولدر بقعد اجمع في الريفرنس اللي انا ببقى عاملها وكده. ادي الصورة اهي. هنبدأ ان احنا ندخل على في الصورة اللي تحت دي، الصورة اللي هي باللون الاحمر دي، ونفعل الاوباسيتي او الشفافية ونقللها شوية عشان نقدر نشوف الواي اكسس والاكس اكسس بكل سهولة. طيب، الموديل بتاعنا بتاع النهارده هو موديل سهل وبسيط جدا، ولكن ان انت تطلعه بشكل جميل هو اللي صعب شوية. يبقى انا هنطلعه ازاي او هنقدر نعمل الشرح ده بتاع البرفان ده ازاي؟ هنبدأ الاول اد، مش بعد كيوب، صغر الكيوب سكيل وكده بالاس، ونقوم عاملينه هنا كده ونحاول نعمل له اس زد لغايه لما ياخد معانا الشكل بتاع العطر ذات نفسه، المجسم بتاع العطر ذات نفسه ده، الجزء ده بالذات. تمام، زي كده دوس بالظبط. ويبدأ ان احنا نخش على الواير فريم ونضغط تاب على الكيبورد، نختار الاثنين فيرتسيس دول. انا كنت اختار حاجه كده بالماوس، اختار الاثنين فيرتسيس اللي فوق دول، ونبدأ ان احنا نعمل اي، بعد كده نعمل اس، بعد كده بقى لو عايز ترجعها ممكن تعمل جي زد. انا هعمل جي زد كده، ارجعها شويه لغايه لما يبقى معايا بالشكل ده. تمام تمام كده. نعمل اي اس تاني، ممكن ان احنا نعمل كنترول ار هنا. تمام، وايه نكبرها شويه كده اهو، ونعمل هنا برضه نفس الكلام، نختارها اي اس. تمام، اي بعد كده اس تاني، اي اس. ممكن بقى ان احنا نعمل كنترول ار تاني برضه هنا ونعمل اسكيب كده، وتقعد تغير ايه في الشكل ذات نفسه او النموذج ذات نفسه اللي عندك. يعني مش شرط ان انت كوبي بيست الموديل ذات نفسه او الريفرنس اللي عندك يعني. طيب، انا عن نفسي بحب ان انا اخلي المجسم ده ذات نفسه لوحده والغطا لوحده. انا بفضل كده يعني. فلو عايز تعمل نفس الطريقه دي كده اعملها. لو بفضل انت تخلي الاثنين مع بعض خليها، لكن انا بفضل اخلي ده لوحده ده لوحده عشان لما نيجي نعمل انيميشن يكون ان احنا قادرين نتحكم بكل جزء لوحده. طيب، هنعمل الجزء بتاع البرفان اللي هو ده ازاي؟ نعمل اد، بعد كده مش، بعد كده هنخش على الكيوب ونمسك جي كده نعمل اس. تمام كده اهو، ونبدا ان احنا نحطه بدل المكان او الجزء اللي هو اللي هنا ده يا جماعه، الجزء اللي هو اللي تحت البسيط ده، عشان نقدر بقى نشد فيرتسس ونظبطه براحتنا احنا. طيب، هنعمل الشكل ده ازاي؟ هنبدا ان احنا نعمل الاول اس زد شويه لغايه لما يكون يعني قد الحته الصغيره اللي عندنا دي، جي كده نحط لغايه حته هنا كده. تمام، بعد كده ممكن بقى ايه نعمل اي او اس واي ونكبره كده، نعمل له سكيل كده هنا في الواي. تمام تمام. خش بقى تاب على عشان الايديت مود ونعمل واي فريم ده، نختار الاثنين فيرتسيس دول نعمل لهم جي. انا عملت جي دلوقتي حاليا اهو ونزلتهم لتحت، وبعد كده هبدا ان انا استخدم الاثنين دول
لغايه عشان اقدر اعمل الحته اللي هي المنحيه دي. ايه ازاي بقى؟ اي بعد كده اس، اي اس، اي اس تاني، واي واس تالت. بعدين بقى نعمل اي خالص بقى ونطلعها لفوق، زد اي زد فوق كده خالص، وخلاص كده احنا عملنا الشكل اللي معانا. يعني شفت الشكل المنحني اللي احنا عايزين نعمله ده شكل بسيط جدا وتافه اهو. هنبدا ان احنا نمسك الصوره بس كده اللي هو الريفرنس ده ونعمل له اتش على الكيبورد عشان نعمل له هايد، عشان نبدا ان احنا نشوف الموديل ونظبطه احنا براحتنا. طيب هنمسك الجزء العلوي بتاع البرفان ده اللي هو طلع معانا شكله معوج كده شويه ده، ونعمل له اس، تمام، اس اكس لغايه لما يطلع على قد الموديل بتاعنا، ونخش كده على الايه، على الاكس اكسس نشوفه كده مظبوط ولا لا. تمام تمام. طيب دلوقتي احنا خلصنا من اللي هو الموديل، نخليه اللي هو مجرد شكله كده ايه، يعني زي ما بيقولوا كروكي، اي كلام يعني اي كلام. احنا عايزين ان احنا نعمل الموديل ده يعني يبقى شكله يعني احسن شويه، لان زي ما انت شايف فيه تجاعيد وشكل غريب كده لو احنا حطينا الماتيريال عليه وهو شكله وحش. في ان انت ممكن تمسك البتاع اللي هو دي نعمل لها شيد اوتو سموث، تمام، واللي فوق كده خلصت. ايوه الموضوع بالبساطه والسهوله دي احنا كده عملنا اللي فوق. لكن بقى انت ممكن تعمل كمان الموضوع شيد اوتو سموث ده اللي تحت وخلاص كده. طيب انا حاسس برضو ان لسه الموديل، حاسس ان في حاجه ناقصه. ايوه اللي هو الحواف بتاعتنا حواف زي حواف حاده بزياده. طب ازاي بنقدر نحل مشكله زي كده في اي اوبجكت عندك؟ مش شرط يكون الموديل ده. هتخش على ايديت مود وتختار هنا اللي هو المود بتاع تحديد الحواف ذات نفسها واللاينز دي، تمام. وهنبدا ان انت تختارهم، تمام. طبعا مش لازم تقعد تختارهم كده، يعني انت ممكن بس تخش على هنا كده وتختار دول خلاص كده. يعني ممكن تعمل كده ايه، كنترول بي على الكيبورد، كنترول بي عشان بس ايه نعمل الحافه دي زي ما انت شايف. تمام تمام كده اهو، تمام. ونبدا برضه نعمل نفس الكلام هنا فوق، تختار اللي هم دول، تمام، ونعمل كنترول دي على الكيبورد كده اهو الشكل اللي قدامك ده، عشان بس ما نخليش الحواف بتاعت الموديل ذات نفسه يعني حد او كده. ممكن نعمل كده برضو في الغطا ذات نفسه نفس الكلام، نحددهم. انا طبعا انا بعمل ايه، انا حاليا بضغط عليهم وبعمل كنترول، تمام، كنترول، وبعد كده اعمل كنترول دي عشان يطلع معانا بالشكل ده اهو زي ما انت شايف. طيب دلوقتي احنا قدرنا نعمل الموديل، تمام كويس. احنا عايزين بقى ايه، لسه الماتيريال ولسه حاجات كتيره جدا. طيب ازاي هنقدر نعمل كل الحاجات دي بقى بعد ما احنا عملنا الموديل؟ انا في تقسيمه معينه للشاشه، يعني انا بحب اقسم الشاشه كده بتاعتي كده لتقسيمات بتريحني في التصميم. طيب ايه هي التقسيمه؟ مبدئيا بعمل هنا واحده كده، تمام، وهنا بعمل واحده تانية، تمام. انا بفضل ان دي هي اللي تكون بتاعه النود ذات نفسها او اللي هو الشيدر اديتور، تمام. وبفضل ان دي اشيل من اعمل كده تغطيه على الكيبورد واقوم انا قافل دي ودي عشان اقدر اشوف النتيجه بتاعه الموديل ذات نفسها. طيب الاول بس خلينا نحول الريندر انجن بتاعنا اللي هو ايفي ده هنخليه سايكلز احنا قلنا. واعدادات الريندر يا جماعه ركزوا فيها، بدل ما هي سي بي يو جي بي يو هنخلي ماكس سامبلز، طبعا اختياري. عايز الجوده عاليه، عايز الجوده واطيه، هتزود دي. كل ما زودتها كل ما الجوده عندك بقت احسن. طبعا لو انت جهازك ضعيف ما تحطش الارقام اللي هي الفاسله الغريبه دي. الارقام الفلكيه دي عمرها ما تترندر، ممكن تقعد معاك بالساعات يعني. فاحنا هنخلي رقم بسيط 12 بس. طبعا هتقول لي 12 يعني الجوده هتطلع رديئه. احنا بنعمل حاجه نشوف النتيجه بتاعتها وبعد كده هنغير بقى السامبلز واحنا بنعمل ريندر بقى، يعني ريندر الاخير بقى. هنضغط على الدي نويز عشان نبدا نشيل النويز ذات نفسه، طبعا لسه ما عملناش ريندر يعني، تمام. وهنبدا ان احنا نخلي الستارت هنخليه على 5، وهفهمك دلوقتي برضو ليه احنا هنخليها على 5 مش على اي رقم. بس خلينا نكمل بس الاعدادات. هخلي هنا دي 0.10 كده، خلينا خالص 0.1. وهبدا ان انا مثلا اقلل اللايت باسز نخليها 8 برضه عشان وقت الريندر. طيب هنرجع بقى لان انا عملت ايه، ستارت سامبل دي خليتها 5. دلوقتي احنا لما نيجي نخش على الريندر مود، تمام، الدينويز هو اللي بيشيل الجماعه اللي شفت انت الشكل اللي هو الغريب ده اللي هو اللي كله نقاط او كله نويز، هو اصلا اسمها نويز. الدينويز بيشيله،
بس طبعا احنا لو حاطين ماتيريال، لو حاطين HDR وحاطين حاجات كتيره جدا وقعدت تشغل ده على الواحد هيتقل وانت بتقعد تتحرك، فاحنا بنخليه بالشكل ده. طيب هنبدا بقى مع بعض ان احنا ندي الماتيريال بتاعه الازاز والماتيريال بتاعه البرفان ذات نفسها. طيب البرفان ذات نفسه السائل اللي جواه او الموديل ذات نفسه كل حاجه الماتيريال بتاعتهم سهله جدا. هنعمل بس كده ايه، نمسك البادي بتاع البرفان كده، نعمل شيفت دي عشان نعمل جزء منه دوبلوكيت كده، ونعمل سكيل كده لجوه عشان بس يخليه زي ايه السائل بتاعنا. طيب هنمسك البرفان بتاعنا نعمل له نيو وماتيريال جديده، هنقلل الميتاليك ونعمل على الترانسميشن كده 1، وكده احنا عملنا الماتيريال ازاز بس بتاعت الجزء ده. هنا برضه نفس الكلام اللي انا قلت لكم، لان هو البرفان ذات نفسه الموديل بتاعه سهل جدا. هنقلل الرفنس، خلي ترانسميشن على 1، تمام، هشغله بالشكل ده. طيب هنبدا بقى ان احنا نظبط الالوان بتاعت الموديل ذات نفسه. طبعا انت لو دلوقتي استغربت انا جبت الHDR ده منين، انت ممكن دلوقتي يكون الشكل معاك بالطريقه دي. الفكره ان انا ضغطت على كلمه سين وورلد دي بتديك HDR جاهز من هم بتوع بلندر الاساسيين، تحطهم كده وتجرب كده بيهم. طبعا لو انت جيت تعمل ريندر مش هتحسبوا او مش هيبان ان هم يعني انت حطيتهم، دول بس كده التجربه. لكن انت عشان تحط HDR اصلي تحطه من هنا، وده هنجيله دلوقتي. احنا ده مش موضوعنا، ده مش موضوعنا دلوقتي. احنا هنحط الماتيريال، هنبدا بقى نظبط موضوع الHDR ونظبط الدنيا دي كلها. طيب عموما هنبدا ان احنا نمسك الازازه بتاعتنا، تمام، ونبدا ان احنا نديها ماتيريال او الوان تناسب لون الريفرنس اللي عندنا. تمام، الريفرنس اللي عندنا زي ما انا قلت لكم اهو. تمام، عايزين نعمل نفس الماتيريال بتاعته. ازاي نقدر نعمل الماتيريال بتاعته بقى؟ نمسك البرفان بتاعنا، تمام، ونعمل هنا نشد كده منه، نختار حاجه اسمها كولر رامب، هتدور عليها يعني انت ممكن تعمل كده شيفت ايه وتدور على كولر رامب بالاس بتاع تكتب يعني، وتدور عليها لغايه لما تلاقي حاجه اسمها كولر رامب. طيب الكولر رامب دي بتعمل ايه؟ اظن هي واضحه اصلا من الشكل بتاعها، ان هي بتعمل ميكس بين كولرين او ميكس بين لونين. بس هتضغط بقى على النقطه دي كده اهو بيضه كده، وتختار بالقلم اللون اللي انت عايزه. فانا مثلا عايز اللون البني ده، وهنا الناحيه التانيه مثلا نختار لون بني فاتح شويه. تمام، ممكن اقعد اغير بقى انا ايه في اللون شويه كده شويه كده اهو، وهنا مثلا شويه. كل الحاجات دي اختياريه يا جماعه. تمام تمام كده بالشكل اللي قدامك ده. طيب تمام كده الموديل شويه شكله احسن بالكلر رامب ده. هنبدا بقى ان احنا ايه برضو نضيف نفس الماتيريال دي للغطا. طيب هل انا بقى لسه هقعد اضيف الماتيريال دي واظبطها من تاني من الاول؟ لا، ما تقعدش تعمل كده من الاول. الماتيريال بتاعت الازاز طبعا انا عملتها تاني هنا عشان اوريك هي هتتعمل ازاي، لكن انت لو عايز تضيف نفس الماتيريال نفس الاوبجكت مش هتقدر نفس الخطوات تاني. فهضطر اعمل ايه؟ همسك الاوبجكت بتاعي اللي انا عايز اديله نفس الماتيريال واختار هو الجزء ده. شوف انت الجزء اللي جنب الماتيريال ده، وهتدور على الماتيريال بتاعتك. يعني مثلا هنا اسم الماتيريال ايه؟ 0.001. انت تختار دي وتدور على 001 اهي. بس فانت هو ايه اداك نفس الماتيريال للاثنين للجزئين ذات نفسهم يعني. تمام تمام. طيب دلوقتي ناقص لنا جزئين بسيط جدا. ناقص لنا ان احنا ممكن بس نظبط الماتيريال بتاعت السائل بتاعت البرفان. ممكن نظبطها شويه، يعني ايه نخلي شكل كده كويس نيو. ممكن نزود الميتاليك، نقلل الرفنش شويه، نقعد نغير كده نلعب بالشكل بتاع السائل. طبعا يعني لو انت حاسس ان شكل السائل مش واقعي شويه وحاسس ان هو يعني تحسه مربع كده قوي وعايز تغير شويه في الشكل بتاعه، تضغط تمسك السائل تعمل سلاش، تمام، ونضغط على الايديت مود. طبعا عملت سلاش عشان ادخل اعدل فيه هو بس، وندخل على الواير فريم مود ده. تمام، ممكن كده ايه ندي يعني نعمل كده كنترول ار هنا كده مثلا، كنترول ار هنا كمان، واخسر كنترول ار هنا سكيب. تمام، وهنبدا ان احنا بس ايه نمسك الجزئين دول ونفتح الجزء اللي فوق ده حاجه اسمها ايه البروبوشنال اديتنج، او اللي هو انت لما تيجي تفعلها كده بتيجي تحرك الجسم كله بيتحرك على طول. انا بس عملتها عشان ايه احرك الايه السائل ذات نفسه شويه كده، عايز احرك شكل السائل ده شويه. تمام،
فانا كنت عايز احرك شكل السائل اخليه كده بالجنب شويه، تمام، وامسك دي واطلعها شويه كده عشان يبقى تحس ان الشكل ايه معوج كده كانه شكل سائل يعني، تمام. وابدا ان انا اضغط سلاش تاني عشان يرجعني تاني، وكده نشوف على ريندر مود. ايوه كده شكلها يعني اتعدل شويه. يعني طبعا انت ممكن بقى تكمل بقى يعني تقعد تغير شويه بقى، تقعد تغير شويه في الشكل يعني مش ده الشكل النهائي يعني. دي حاجه اختياريه طبعا، انت يعني عايز تغير فيها مش عايز تغير فيها يعني برضو عادي. انت الجزء ده جزء اختياري، مش شرط ان انت تقلدني بالظبط او انت تعمل الحاجه دي زي بالظبط، لان طبعا الحاجات دي ذوقيه شويه. فانا مثلا عجبني ده شكله كويس اهو، عامل زي السائل، تمام، يعني كده مبسوط بيه، تمام خلاص. طيب هنيجي بقى للجزء بتاع ان احنا نحط الليبل ده اللي هي يا جماعه اللوجو بتاع الشركه ذات نفسها. طيب هنعمل ازاي بقى اللي احنا نضيف الليبل؟ مش هنضيف ريفرنس بقى، لا احنا هنضيف مش بلين، اد بعد كده ايمج مش بلين، وهتدور انت حاطط فين الصوره بتاعتك. انا عن نفسي كنت محتفظ بصوره من قبل كده، عندي للليبل ذات نفسه اللي هي الصوره دي، تمام اهي اهو يا جماعه اهي الصوره اهي. هبدا بس ان انا ايه اظبط المقاسات بتاعتها، تمام ماشي كده 270 خلي دي 270 ونخلي دي 270 ونخلي دي 180 درجه. طيب انا بقى ايه عايز الزق او عايز يعني اخلي الليبل ده يلزق على المنتج اللي عندي ده، يلزق على المنتج اللي عندي على طول، مش لسه بقعد اعمل كده بقى ويدخل جوه، لا 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 بلاش العك كده كله. الموضوع هو في الموديفاير، هات موديفاير وهتدور على موديفاير اسمه شرينك راب، بعدين هتلاقي حاجه عندك اسمها تارجت، هتمسك دي وتحدد الموديل اللي عندك، ماشي. فانا هحدد الاساسي وهتخلي الاوفيس دي 1 او تزودها كده من هنا بس كده شويه، بس كده خلاص كده انت عملت الموديل بتاعك يا باشا. ممكن بقى ان انت ايه تقلل شويه في الرفنس والمتالك بتوع الليبل، ماشي، عشان يمدي معايا ايه ان هو بياخد انعكاس ويجيب انعكاس يعني، تمام. وانت كده عملت اهو الموديل بتاعك بالليبل بكل حاجه خلاص. تقدر بقى ان انت خلاص تحط ال HDR وتظبط الانفايرمنت بتاعتك وتطلع الريندر بتاعك. الدنيا اتعكعكت عندك شويه كده، لو ما فهمتش لغايه دلوقتي ايد الشرح تاني صدقني هتفهمه. ولو حاسس ان انا يعني بتكلم بسرعه شويه ممكن تبطئ سرعه الفيديو، يعني مش عارف، مع ان ده شرح سهل يعني مش محتاج تعقيد. طيب خلينا بس دلوقتي نعمل هايد للريفرنس بتاعنا وخلينا نظبط المشهد. خلينا نخلي دي للريندرز ما انا قلت لكم، ونخلي دي السين وورلد، تمام 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 تمام. الموديل بتاعنا زي الفل اهو كويس اهو. طيب هنبدا بقى ان احنا نحط المشهد بتاعنا ده في اضاءه سوداء شويه. طيب ازاي بنقدر نخلي الانفايرمنت سوداء بقى، يعني نخلي البيئه ذات نفسها اللي عندنا دي سوداء؟ تضغط هنا ونقفل السين وورلد دي بقى، ماشي. طبعا هتلاقي الدنيا معتمه شويه كده، ما تقلقش احنا هنظبط الموضوع ده دلوقتي. هنبدا بس نظبط البيئه بتاعتنا وبعد كده نكمل. في بس نقطه عايز اعملها تسهل عليك الحركه بتاعت الموديل، ان انا بدل ما اقعد احرك دي لوحدها ودي لوحدها ودي لوحدها، الموضوع هيبقى اسهل بان انا اعمل اد بعد كده امتي سفير، اعمل سكيل او اس، واقوم انا عامل ايه مختار كله كده، واعمل شيفت او لا شيفت كنترول بي، وعندك خيارات كتيره كده انت عايز كيب ترانسفورم. طب انا عملت ايه؟ انا خليت الامبتي ذات نفسه يتحكم بالايه بالموديل بتاعنا، تمام. طيب خلاص احنا قدرنا نعمل الحركه دي. طبعا احنا عملناها ليه اصلا من الاول؟ لان انا طبعا لو اتحرك بكل واحد من دول عذاب يعني، فاحنا عايزين نخرج بالامبتي دي على طول. طيب نبدا ان احنا نطلع شويه كده الايه الموديل بتاعنا، تمام، ونعمل اد مش بلين، ونعمل سكيل للبلين بتاعتنا المحترمه، تمام. وهنبدا بقى ان احنا نجيب اد بعد كده مش كيوب، ونعمل سكيل للكيوب ده. طبعا اللي انا عملته بالظبط ان انا بس خليت كده يعني الانفايرمنت ذات نفسها. وطبعا انت ممكن تقول لي بقى ان انا اعمل سترينج زيرو كده، انا عايز بس الكيوب ده في حاجه واحده، واستخدام الكيوب ده في حاجه واحده، ان انا حاليا هضيف اضاءه خلفيه للموديل بتاعي وعايزها تبان. فانا ما عنديش خيار غير ان انا ايه اضيف الكيوب عشان الاضاءات تخبط فيه، يعني لان الاضاءات لو طلعت بره هتخرب التصميم يعني. ما علينا، هشرح لكم دلوقتي ازاي الموضوع ده بيتم.
هنخش بس كده ايه على الموديل ذات نفسه كده، نقرب منه كده بشكل كويس ونعمل اد كاميرا. وعشان نحط الكاميرا في المكان اللي احنا واقفين عليه دلوقتي ومحددينه حاليا، هتضغط على الثلاث زراير دول، كنترول والت وزيرو بس. شفت الكاميرا اتحطت اهو، ولا اسهل. ممكن بتضغط على الكاميرا وتقعد تعدل بقى. فانا مثلا انا حسيت ان ده كويس، خلاص توكلنا على الله. عايز احط الفوكس على الكاميرا من الناحيه التانية من الجزء بتاع الكاميرا، تضغط زيرو على الكيبورد احطه لك اهو. هنبدا بقى ان احنا ايه نظبط الاضاءه بتاعتنا الجميله عشان يكون الموديل شكله واضح. انا هضيف اضاءه خلفيه اساسيه، وهي اضاءه باللون الاحمر، اضاءه كده خلي ايه تناسب الموديل بتاعنا. تعمل اد بعد كده لايت اريا، نطلعها لفوق كده، نعمل لها سكيل. احنا جايين لك دلوقتي ما تقلقش، يعني لو انت مش مستغرب شكل الموديل بتاعنا هنظبطه دلوقتي. انا خليتها مثلا 9000، وطبعا ده مش هيتحط على الموديل خالص، يعني ده مش هيتحط على الموديل. تمام. ونخليه 90 درجه، 90 درجه. تمام. وهنبدا ان احنا نخليه في المكان اللي ورا ده، بس ده المكان اللي ورا الموديل بتاعنا. تمام. وهنخليه باللون اهو، لون وليكن مثلا يعني لون بني او احمر شويه، لون كده تحسه ايه كويس. وهندي بس ايه للكيوب بتاعتنا دي كده ماتيريال اسود كده اهو. تمام. لا تمام خلاص كده احسن. تمام. وايه نقعد نغير بقى شويه في الايه في الباور بتاعتها مثلا كده اهو. تمام. تمام كده مثلا. يعني الحاجات دي كلها بتبقى اختياريه يعني يا جماعه، احنا بس ايه بنجرب، واللي بيطلع معاك شكله كويس خلاص يعني انت تستقر على حاجه. طيب كمان ادي ماتيريال اسود. تمام. ونبدا بقى ان احنا هنظبط الاضاءه بتاعت الموديل بتاعنا. طيب اد لايت اريا كده اهو. تعالى واخد مشكله، اد لايت اريا نطلعها لفوق. تمام. وعندي اخلي انا اضاءتين من الجنب كده، دي مثلا اخليها 9000 9000. تمام كده اهو. كده من هنا واحده كده اهو، عشان تناسب بقى الدنيا اللي معانا اللي احنا عاملينها دي كده اهو. تمام. كده الدنيا كويسه شويه، بس ايه برضو حاسس ان الاضاءه الخلفيه دي مش احلى حاجه او شكلها مش كويس. فانا بقى ممكن ايه اقعد اظبط فيها انا بايه بكيف، يعني ما يعني عايز اظبط فيها براحتي انا بقى. فانا هصغرها شويه وارجعها لتحت كده عشان تبقى اخليها اضاءه يعني ايه يعني فيها غموض كده شويه، اعمل لها سكيل. تمام الشكل ده. وممكن اعدل اللون شويه، يعني احس ان اللون غريب شويه كده اهو. تمام. وممكن ان انا اقعد اغير في الماتيريال بتاعت الخلفيه او الكيوب بتاعنا، لان لو لاحظت الكيوب بتاعنا يعني الماتيريال بتاعته ما بتمتص الاضاءه، لان طبعا انت لو حاطط ماتيريال بتمتص الاضاءه هتبوظ شكل التصميم كله اصلا. تمام. عشان بقى نظبط الاضاءه بتاعت الموديل ذات نفسها ان هي تحسها كئيبه كده شويه. طبعا هدفنا 2 اريا لايت بس دول مش كافيين، وكمان مكانهم غلط، وكمان مش هيطلعوا اضاءه كويسه. تمام. انا هعمل ايه بقى النظام بتاعي؟ انا الاضاءه الخلفيه دي تمام كويسه، هنحط اضاءه بتنور الموديل من فوق واضاءتين بينوروا الموديل من الجنب. طيب اد لايت اريا طلعها لفوق كده اهو، نسكلها شويه وخليها 270، قول 270. تمام. ايوه لغايه لما يكون عندك الايه الشكل ده. طيب انا بقى مش عايز الشكل ده يكون يعني بلون ابيض او بلون مختلف عن لون الموديل، فانا مثلا هختار لون يكون بيناسب الموديل بتاعنا وهو اللون ده مثلا، وليكن يعني كده. تمام. واختار ايه بقى الاضاءتين دول، امسكهم كده واقوم انا بقى ايه مغير او لاعب شويه بالاضاءه واتجاهها وكده لغايه لما ايه الاقي يعني نتيجه كويسه كده شويه، او نتيجه يعني مرضيه شويه. تمام. وبرضه عادي ممكن بنفس الطريقه كده تقعد تغير بس بالوان تانية يعني عادي. خطة نفسها ممكن ندخل هنا على الريندر مود كالر مانجمنت واخليها مثلا حاجه تانية، وليكن مثلا فيلمك، ونخليها
very high contrast، ممكن نغير high contrast كده كويس، ونغير شوية في الايه في الماتيريال بتاعتنا بتاعت الموديل او بتاعت المؤاخذة المكان اللي تحت ده. تمام كده كويس. ممكن بقى ايه نظبط كمان هنا في الاضاءات، كمان نزود اضاءة من هنا. تمام دي كويسة. ممكن نزود اضاءة كمان من هنا، تقعد تغير كده لغاية لما تلاقي ايه الشكل المفضل يعني ليك او الشكل اللي تحسه لايق شوية يعني. انا هنا لقيت ان الليبل ذات نفسه شافت اضاءة كتيرة، انا ظبطته وخليته كده. طيب تمام احنا كده كويسين ماشيين كويس، ولكن برضو في عندنا مشكلة، في نقص في الإضاءة الأمامية. الإضاءة الأمامية فيها مشكلة، عايزين نحل الإضاءة الأمامية. نحل مشكلتها ازاي؟ اد بعد كده لايت اريا، نطلعها لفوق كده عشان نشوفها، نعمل لها سكيل. تمام ونخلي 90 درجة، 90 درجة اللي هو الواي اكسس، اخليها ايه كده قدام الموديل ذات نفسه. تمام. وممكن بقى انا ايه اعمل لها ايه ازود فيها الباور شوية كده اهو الشكل اللي قدامك ده، لغاية لما ايه الموديل ذات نفسه بتفاصيله كده تبان. طبعا ممكن اغير المكان وكل حاجة، لكن انا بفضل كده. واللون بقى ممكن يا اما نفس اللون يا اما لون غيره. انا ممكن احط نفس درجة اللون كده، بس اخليها ايه يعني فاتحة شوية، او يعني اللون يكون ظاهر شوية كده او مختلف شوية. وانت بقى يا باشا انت وطريقتك بقى فاهم، ابدأ بقى حط بقى ظبط اضاءاتك وظبط دنيتك، تقعد تغير براحتك يعني. دي حاجة ترجع لك برضو يعني، لان الشكل في الاخر وفي الاول برضو مش هيطلع يعني واحد يعني، حسب انت حاطط ايه مظبط الماتيريال ازاي وكده يعني. كده اهو مثلا. تمام. وده الفيديو بتاع النهاردة، ان شاء الله يكون عجبكم. لو عايزين شرح لحاجة تانية، لو عايزين نعمل انيميشن للموديل ده، او لو عايزين شرح حاجة مخصصة او لحاجة جديدة ممكن ننزلها على القناة بتاعتنا ان شاء الله، قولوا لي الحاجة دي في الكومنتات وان شاء الله اعمل عليها فيديو. وانتظر الفيديوهات القادمة ان شاء الله، هننزل محتوى تاني مختلف جدا عن بلندر، وغير بلندر كمان هننزل على حاجات تانية. اتمنى يعجبكم الفيديو ده ويعجبكم بقية الفيديوهات. اعملوا لايك وسبسكرايب، وان شاء الله تكونوا فهمتوا الشرح ده. واللي بتواجهك اي مشكله تقدر حضرتك تقول لنا المشكله دي على ديسكورد، واحنا في ديسكورد عاملين شات بنساعد بعض فيه، وبنهتم ان احنا نعلم اكبر عدد ممكن، ونخلي المهاره دي تنتقل بين العرب وتكون مهاره اساسيه تقدر تتعلمها. وال3 دي مهاره جدا هتفيدك. وبس كده، اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي، مع السلامه، اشوفكم ان شاء الله على خير.